عسلامة كوكيز. اليوم جيتكم بدبارة متاع كسكسي متاع العرس، حاجة بنا على بنا. كسكسي حمص وزبيب وفاكهة والحم علوش وعظم حسيل ومشخشخ بالبنة. نودكم ولا نشهيكم. قبل ما نبداو ما تنساو جيمو كومنتير وبرشا جامات، راني ديما نستنى جاماتكم، وتعملوا لي ابوني على الشين يوتيوب وتابعوني فيسبوك وانستغرام تيك توك كوكينغ وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. اول حاجه نبداو بها هي باش نقليو قرينه الفلفل، حطيت زيت زيتونه كيف في الطنجره متاعي، وباش ناخذ قرن فلفل متاعي نفوحه بالملح وبالبهارات السبعه. ديما تعرفوني نفوح الفلفل بالفاسون ذي ونقليه هكايا في الزيت اللي باش نطيب فيه الكسكسي، يخلي الفلفل يسيب البنه متاعه الكل وسط الزيت. ننصحكم تجربوها الاستوس متاع انه تفوحوا الفلفل بالبهارات السبعه والملح، خاطر راهو يعطي صفه بنه القرن الفلفل بعد كي تاكلوا حاجه غير عاديه. ولا هنا عندي الكونتيتي متاع الزبيب متاعي، حطيتها في شويه ماء كي خاطر ديما الزبيب يبدا فيه شويه تراب، دونك خليته في شويه ماء باش ينضاف. وقليت الفلفل تاعي بيان سور اني عملت جوست زوز قرونه كهو خاطر حسب العدد متاع العائله، وانتم بيان سور تنجموا تعملوا قد ما تحبوا فلفل. ولا هنا تويكا بنفس الزيت هذاك اللي قليت فيه الفلفل باش نقص فيه هكايا البصل، ونقصه خشين شويه خاطر بطبيعته باش يطيب اللحم، وما طاب اللحم كان مسايل البصل ذاب بالكدا. ونقليه لهنا زاد البصل على الزيت هذايا سخون نفسه اللي قلينا فيه الفلفل كما قلت. نقص هكايا البصل بيان سور اني راني باش نعمل كونتيتي متاع رطل الكسكسي على حسب افراد العائله، كما تعرفوا ناكل جوست اني وراجلي، انتم تنجموا تضاعفوا الكميه على حسب الافراد متاع العائله متاعكم. لهنا كما تشوفوا هكايا خليت البصل باش يتقلى في الزيت، ومن بعد باش نزيدوا الكونتيتي متاع اللحم اللي باش نحطها. لهنا اني بستعمل رطل متاع اللحم، انتم تنجموا بيان سور كما قلت على حسب افراد متاع العائله متاعكم تحطوا الكونتيتي اللي تحبوا عليها. وباش نقلي هكايا اللحم زاده على النار، وراو دوبا تحطوا اللحم هكايا ويشم السخانه وكل، يبدا يسيب فيك الريحه البنينه متاع اللحم ومتاع الشحم هكايا مع الزيت، حاجه بنا على بنا. بالنسبه للكونتيتي متاع الزيت حطيت جوست مقدار كيس معناه زيت، وخاطر ديما لازم نعمل حسابي انه اللحم يسيب الشحم متاعو زاده، على هذا ما نحطش كونتيتي كبيره، ما زاده راي الكونتيتي اللي حطيتها ما هيش شويه. لهنا كيما شفتوا قليت اللحم حتى اللي نسكرت لي بور الكل، وباش نزيد تويكا مقدار مغرفتين كبار طماطم معجونه، وباش نزيد فوقهم مغرفه كبيره متاع فلفل احمر والا فلفل زينه، كل حد وكيف يحب يسميه. زدتهم هكايا لهنا، وباش نخليهم يتقلاو على النار من غير معناه ما نزيد ماء كايا من اللول. دوبا نقلي طماطم هكايا شويه على النار، بعدها نزيد هكايا شويه ماء باش الطماطم متاعي ما تتحرقليش. وتويكا باش نفوح بمغرفه صغيره كايا ملح، واني تعرفوني التوابل الكل نزيدها في الاخر. الحقيقه ما نحطش توابل كاي فلفل اكحل وكل شيء من الاول، ديما نحس انه باش تبقى القوم تاعها نخليها للاخر. ولهنا زدت مقدار كاس صغير متاع ماء، جوست ما قليت فيه الطماطم باش ما تكونش قارصه، وبعد ما كملت مرقت بمقدار ايترا متاع ماء، خليت فيها اللحم باش يطيب. ديما في الكسكسي ما نصبوش برشا ماء خاطر ما نستحقوش برشا صوص. لهنا كيما تشوفوا الزبيب متاعي حطيته في الكسكاس زاده باش يفور جوست شويه، غطيته هكايا وخليته في الكسكاس مقدار هكايا درجين لطونكو حضرت الكسكسي متاعي. خذيت لهنا رطل متاع كسكسي وصبيت فيه هكايا مقدار 3 مغارف متاع زيت زيتونه، وبثثته هكايا بالفاسون هذيا بطرف صوابعي حتى لين يدخل الزيت وسط الكسكسي الكل. طون حطيت الحمص باش يتصمت زاده في الماء، وقبل ما يطيب هكايا قبل ما نسكر عليه نفوحه بالملح. لهنا بالنسبه للكسكسي زدت هكايا شويه كركم يعطيه لون مزيان على الاخر وقت اللي نجي نسقيه، دونك هكايا زدت شويه كركم وتويكا باش نزيدوا شويه ماء يكون دافي، مقدار متاع كاس صغيرة كايا ماء يكون دافي. نحل فيه الكسكسي متاعي بالفاسون هذيا، نبقى نبثث فيه هكايا قداش من مرة حتى لين تتضاعف الكمية متاعه، ونحس الكسكسي متاعي شرب الماء اللي صبيته له الكل. هكايا نبقى ديما نعاود فيها العملية هذيا.
وما تنساوش كان مازلتوا ما عملتوش جيم وما عملتوش ابوني في الشين، تعملوا جيم وتعملوا ابوني في الشين وتشجعوني، راني ديما مستحقة التشجيع متاعكم. وتتبعوني على الانستغرام فيسبوك تيك توك كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. لهنا الكسكس متاعنا حضر، حطيته هكا في المقفول متاعي باش يبقى يتفور فوق الصوص هكايا ويعطي بنة غير عادية. ديما هكايا الكسكسين ديما نحب نفوحوا بالقرفة والعود قرنفل، على هذا في المرحلة ذي ديما نحط معاه وهو يتفور القرفة والعود قرنفل. بيان سور لكم حرية الاختيار، معناه تنجموا ما تحطوش، مي راهو زيدا يفوح على الاخر هكايا للناس اللي تحب القرنفل والقرفة، راهو يفوح على الاخر. ولهنا هكايا بعد ما بدا يتفور هكايا بالفاسون ذي ديما نبقى نحرك فيه هكايا ونرجع نغطيه نخليه يتقلب في عقله. وتويكا باش نحضر الفاكهة متاعي، حطيت شوية سمن شوية لوز، وبعد ما طاب اللوز زدت البندق وسكرت عليه. ولهنا الكسكس متاعنا ديجا حضر، حطيته هكايا في الصحفة متاعي باش نبردو بالفاسون ذي. وفي نفس الوقت الناحية كالعواد متاع القرفة والقرنفل ونفوحوا بالفلفل الأكحل كي من مهراس ومازلت كي دقيته توا. وزاده للصوص كي قبل ما نسكر عليها كيما تشوفوا كيفاش قررت زدتها الفلفل الاكحل، وتويكاش نقص منها كالزيت هذاك الكل هو اللي باش نسقي بيه هكايا الكسكسي من اللول. ديما الكسكسي نعمل له تسقيه الاولى بالزيت، ناخذ معناه مقدار هكايا شويه معناه من الزيت مش برشا. ندوبها هكايا نزين بيه الكسكسي وكهو. وخذيت لهنا عندي قرفه وعود قرنفل وشوش ورد مرحيين، زدتهم زاده فوق الكسكسي متاعي باش يبدا فاوح بالكدا. وناخذ كيما قلت اللوشه ذيك اللي عبيناها متاع الزيت ونصبها كي فوق الكسكسي، تعطي راهي كولور بعد مزيان على الاخر. لاستوس هذه نستعملها للمكرونه للرز بالصوص، اي حاجه كي تتسقى كي بالفاسون ذي، شوربه مفوره زاده كيف ديما نحب اني نسقي من الاول بالزيت ومن بعد نسقي بالصوص. لهنا كيما شفتوا بعد ما صبيت الصوص وسي بون خليت الكسكسي متاعي يشرب الصوص متاعو، وجبت التبسي المزيان متاعنا وما يجيش كسكسي من غير تبسي. على هذا صبيت الكسكسي متاعي في التبسي اليوم، وباش نمشيه هكايا بالفاسون ذي كيما تشوفوا كيف انه الكسكسي راهو فيه ريحه بنه على بنه. بالحق راهو الكسكسي هذا وحده زايد، كسكسي العرس حاجه وحدها. وخديت لهنا اللحم متاعي كيما قلت هكايا الطروف متاعي الكل صبيتهم بالفاسون ذي. وخذيت العظمات متاعي اللي حطيت فيهم زادة شوية زيت، ونفس العملية باش نعاودها للزبيب وللحمص زادة نحطوا هكايا في الزيت باش ياخو لون مزيان. حطيت العظيمات متاعي هكايا بالفاسون هذية فوق الكسكسي متاعي، وباش نجيب الحمص اللي كما قلت حطيته زادة في الزيت بعد ما صمته، وباش نحطوا هكايا بالفاسون هذه ونزيد الزبيب ونزيد الفاكهة. وراهو الكسكسي جاي بنة 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 على بنة. نودكم ولا نشهيكم بالحق من أبن الكسكسي اللي تنجموا تجربوا في حياتك. معناه الكسكسي بالعلوش ديما يجبنين كسوا بالخضرة وإلا بالحمص والزبيب، أما البنة متاعه الحقيقة الأصلية تخرج كان في الكسكسي هذا، يكون بالحمص وزبيب وعظم مكاية، حاجة بنة على بنة. إن شاء الله تكون عجبتكم رسالتنا اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في تطيب الكسكسي، وإن شاء الله تجربوا طريقتي وتتابعوني على الانستغرام فيسبوك تيك توك كوكينج وذ سول انتر بارونتيز وصفات من مطبخي. وما تنساوش تعملوا ابوني للشين وتعملوا جيم، راني ديما نستنى جيماتكم وكومنتاراتكم على اليوتيوب. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير انتم والعائلة متاعكم الكل، وبسلامة إن شاء الله في رسالة أخرى.